أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم في موضوع الكل مستنيه، يعني كأس العالم للأندية 2025 بالشكل الجديد بتاعه. أيوة، والتركيز الأكبر طبعاً على الماتش الافتتاحي اللي ممكن يجمع الأهلي المصري وإنتر ميامي. بالظبط، فريق ميسي. مصادرنا النهاردة هي التفاصيل اللي انكشفت مؤخراً صحيح عن النظام الجديد والقرعة. تمام، المعلومات اللي بدأت تظهر عن البطولة نفسها. هدفنا بقى نفهم أكتر إيه حكاية النظام الجديد ده، ومجموعة الأهلي والماتش الأول ده إمتى وفين، وطبعاً إزاي الأهلي وصل للنسخة دي أصلاً. تمام، هو الحدث كبير فعلاً ويستاهل. البطولة نفسها زي ما قلنا يونيو 2025. من 14 يونيو ل 13 يوليو، صح؟ مظبوط. والنقلة الكبيرة يعني القفزة النوعية هي ال 32 فريق دول. 32 فريق، ده عدد ضخم مقارنة باللي فات. جداً، من كل القارات الستة، وده معناه إن المنافسة هتبدأ قوية من أول يوم، مفيش ماتش سهل. طيب ده يودينا لنقطة مهمة، نظام البطولة بقى عامل إزاي مع العدد ده كله؟ يعني التأهل للأدوار اللي بعد كده؟ 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق. تمام. الأول والتاني من كل مجموعة بيصعدوا لدور ال16، ومن هنا بقى الموضوع بيمشي بنظام خروج المغلوب اللي عارفينه. يعني دور ال16 وبعدين 8-4 لحد النهائي، مفهوم. بالظبط كده، لحد ما نوصل للبطل في الآخر. طيب نروح للأهلي، ممثلنا إزاي وصل للبطولة دي، خصوصاً إنه ما شاء الله يعني كسبان أفريقيا كذا مرة ورا بعض. هو ده المهم، الأهلي أساساً ضمن مكانه لما كسب دوري الأبطال موسم 2020-2021. دي النسخة الأساسية اللي أهلته. أيوة، لكن اللي حصل بعد كده إنه كمل وكسب كمان 2023 و2024. فوزه بنسخة 2024 تحديداً هو اللي بشكل غير مباشر سمح لفريقين تانيين من أفريقيا يتأهلوا عن طريق التصنيف. مين ومين؟ صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، لأن الأهلي كان خلاص ضمن التأهل كبطل نسخة سابقة، فالمقاعد راحت للي بعده في التصنيف. يعني تفوق الأهلي خدم فرق جانية كمان، دي معلومة لطيفة. فعلاً، ومننساش كمان إن الوداد المغربي اتأهل برضه لأنه كان بطل 2022. صحيح، الوداد بطل 2022، يبقى كده 4 فرق أفريقية: الأهلي، الوداد، صن داونز والترجي. بالظبط كده، التمثيل الإفريقي اكتمل. ونيجي بقى للمباراة المنتظرة، الأهلي وإنتر ميامي، دي حكاية تانية خالص. إيه تفاصيلها؟ القرعة زي ما عرفنا حطت الأهلي في المجموعة الأولى، وبصراحة مجموعة يعني مش سهلة أبداً. مين تاني مع الأهلي وميامي؟ معاهم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، أسماء تقيلة جداً. بالميراس وبورتو دي مجموعة نارية فعلا، والمباراة الافتتاحية للبطولة كلها هتبقى الأهلي وميامي. أيوة، يوم 14 يونيو، يعني بداية قوية جدا للبطولة. يا خبر، مواجهة ميسي في أول يوم. طيب الماتش ده فين والساعة كام بالظبط؟ هيكون في ميامي طبعا على ملعب هارد روك ستاديوم يوم 14 يونيو الساعة 8 بالليل بتوقيت أمريكا. 8 بالليل بتوقيت أمريكا، يعني عندنا في مصر هتبقى الساعة كام؟ هتبقى الساعة 4 الفجر يوم 15 يونيو. 4 الفجر، يعني سهرة صباحي كروية. أيوة، فرق التوقيت كبير شوية، بس الماتش يستاهل أكيد. أكيد يستاهل. طيب كده الصورة بدأت توضح لمعظم الفرق والمجموعات، بس أنا سمعت إن لسه في مقعد واحد مش محسوم، حقيقي الكلام ده؟ مظبوط، لسه المقعد ال 32 الأخير ده عليه كلام. رئيس الفيفا نفسه إنفانتينو لمح إن ممكن يبقى فيه ماتش فاصل. ماتش فاصل بين مين ومين؟ بين لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي، عشان يحددوا مين الفريق الأخير اللي هيدخل البطولة. وإيه سبب اللخبطة دي؟ ليه مش معروف من الأول؟ القصة كلها مرتبطة بنادي ليون المكسيكي، هو كان المفروض يتأهل، لكن الفيفا قرر يستبعده. يستبعده ليه؟ بسبب إنه مش ملتزم بقواعد الملكية المتعددة للأندية، ودي نقطة الفيفا مركز عليها قوي الفترة الأخيرة. قصة إن نفس المالك يبقى عنده كذا نادي دي. بالظبط، الموضوع دلوقتي راح لمحكمة التحكيم الرياضية الكاس، ومستنين قرارهم النهائي. لو المحكمة أيدت قرار الفيفا يبقى غالباً هنشوف الماتش الفاصل ده. الموضوع ده بتاع الملكية المتعددة بقى بيظهر كتير فعلاً، شكله بيعكس تحديات جديدة في إدارة الكورة عالمياً. تماماً، مع زيادة الاستثمارات وتداخل الملكيات بين الدول بتظهر التعقيدات دي. إزاي نوازن بين توسع اللعبة عالمياً والحفاظ على نزاهة المنافسة وقواعد الإدارة السليمة؟ الموضوع فعلاً معقد. طيب عشان نلخص بسرعة للي بيسمعنا،
إحنا بنتكلم عن كأس عالم للأندية بشكل جديد خالص في صيف 2025 في أمريكا، 32 فريق ونظام مجموعات وبعدين خروج مغلوب. مظبوط. والأهلي مشارك كبطل أفريقيا 2021، وفوزه المتكرر فتح الباب لسان داونز والترجي يتأهلوا بالتصنيف مع الوداد بطل 2022. والأهلي هيبدأ المشوار بماتش جامد قوي ضد إنتر ميامي في ميامي يوم 14 يونيو في مجموعة صعبة جدا، ولسه مستنيين نعرف مين الفريق الأخير بسبب قضية تليون المكسيكي. أيوة، ونقطة أخيرة ممكن نفكر فيها، يا ترى التوسع الكبير ده للبطولة ممكن يغير خريطة القوى بين الأندية في العالم على المدى الطويل؟ سؤال مهم. ولا هنلاقي برضو الفرق الكبيرة التقليدية هي اللي مسيطرة في الآخر بس بعد مشوار أصعب وأطول؟ وإزاي الفيفا هيتعامل مع المشاكل الإدارية زي الملكية المتعددة دي في ظل التوسع ده؟ أسئلة كتير لسه مفتوحة.